بيسالوا عنك اخوان عشان متدين؟ لا عشان كنت بدن الفجر في الجامع. انا عارفه. كنت في جامع النور اظن. دنت في مصطفى محمود، وبعدين دنت في جامع النور، ودنت في رابعه العدويه. وللاسف كمان في ناس تقول لك ان انا رحت رابعه العدويه. هم بس بينزلوا لي ايه بقول لك. انا لما عاملين اغنيه اسمها سيسي خناس على اغنيه مغصوب كنداس. فشلتها من على اليوتيوب. عملوا على فشلتها من على اليوتيوب. هم دايما حبا في هذا الرجل. انا بحب سياده المشير جدا. طبعا. مش عشان رئيس جمهوريه، عشان رجل له ثقل وله موقف وله شرف. وشفته قدامي بيتكلم ازاي، ولو قال لك ما تخافوش على مصر بمنتهى البساطه كلمه واحده، مش لازم يوضح بقى. وفي ناس تبقى عايزه تسيء وتقول له لا، هو الراجل قال ما تخافوش على مصر. هذه الكلمه فيها معاني كتير جدا طبعا، وفعلا الراجل التزم بما قال. فانا كنت من رايي زمان بقول سياده المشير قال احنا لا نطمع في الحكم، فبالتالي هو صادق فيما يقول. فيروحوا ماسكين لك الكلمه دي كان انا بذم في سياده المشير. لان انا غيرت رايي. ليه؟ ان انا شفت احد الناس في لقاء تلفزيوني قال لك لو سياده المشير ما ترشحش في الانتخابات سينقسم الناس بين المرشحين كلهم، فممكن يفوز الاخوان المسلمين مره اخرى. فقلت واجب على سياده المشير ان يترشح حتى ان هو شعبيته